اهلا بيكم في فيديو جديد يا كويرة. النهارده في القناه دي بالذات بنتكلم عن الكوره بشكل عام وعن النادي الاهلي بشكل خاص. فيديو جديد بعنوان النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. فكرة وجمعتنا أساسها الانتماء، وكل فرد فيها يتعلم الوفاء. مجنون للكورة الأهلي يعدي بالحياة، ما كانش باختيارنا ولدنا ولقيناه. في بدايه الفيديو، النهارده الاهلي لعب لكبريائه قدام بورتو اللي القيمه التسويقيه بتاعتها بتعدي ال 250 مليون يورو. قيمة النادي الأهلي اللي قيمته 50 مليون يورو أو 49 مليون يورو أو أقل. النادي الأهلي النهاردة قدر يلعب ماتش قدام بورتو ند بند. الأهلي النهاردة عمل اللي عليه. هو طلع من البطولة وطلع حصلت مجموعة بس. أنت داخل البطولة أصلا مش هتعمل حاجة فيها، أنت داخل البطولة بغرض إنك بتدرب نفسك. معاك مدير فني جديد، معرفش حلو ولا وحش، بس أنت معاك مدير فني جديد، معاك تشكيلة، معاك منها لعيبة عالمية، معاك منها لعيبة كنا فاكرينها كويسة، معاك منها لعيبة بجد 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 عملت أداء خرافي. لعيبة عملت أداء محدش يقدر يتوقع منه زي محمد بن رمضان، أفضل خط وسط في أفريقيا. محمد بن رمضان أفضل خط وسط في أفريقيا. معاك تاني زيزو، أفضل لاعب في المباراة النهاردة. زيزو قاعد بقاله أكتر من شهر ونص ما بيتمرنش، لعب بالظبط 3 ماتشات، ده التالت، بيلعب 90 دقيقة بيجاري اللعيبة ديت. اللاعب ده عالمي عالمي عالمي. الأهلي حاليا معاه سكواد مرعب. أنا دلوقتي كمشجع أهلاوي وأنت كمشجع أهلاوي أو أنت مشجع بتتفرج على النادي الأهلي بأي صيغة ما، أنت محتاج النادي الأهلي يعمل النهاردة، محتاج النادي يكسب أو يلعب ماتش حلو. النهاردة الأهلي لولا الفرص اللي ضيعها بن شرقي وجراديشار الأهلي كان يكسب 8. النادي الأهلي يطلع النهاردة يلعب بورتو يكسب 8. يعني يعني النهاردة الشناوي عامل ماتش زي الزفت، ما ينفعش يتشاف أصلا. يعني النهارده الشناوي لما تيجي تحطه كده وتقيمه كده في المباراة ما جاش أصلا، الشناوي ما جاش. تعال بقى بص على اللعيبة اللي النهارده بتعمل حساب حساب للنادي، حساب للجمهور. محمد بن رمضان أفضل لاعب في المباراة. كوكا اللي كل الناس كانت بتقول عليه وحش، أنا ضمن الناس قلت عليه وحش. كوكا النهارده لعب ماتش كويس للأسف والله أنا بقول للأسف، كوكا النهارده لعب ماتش كويس. كوكا النهارده لعب ماتش أحسن من ناحية عطية الله. يعني كوكا النهارده عمل اداء كويس. محمد هاني حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ما جاش. محمد هاني فاقد اسياد الكوره، مفيش كوره خالص عند محمد هاني. محمد هاني نسي الكوره. محمد هاني كل اللي جون جاي من ناحيته. يعني المدير الفني نزل عمر كمال عبد الواحد مع محمد هاني عشان نفس الجبهه، برضه الجبهه برضه بايظه خالص. محمد هاني لازما يا اما يراجع نفسه يا اما يبطل، يشوف له نادي تاني. النادي الاهلي كبير عليه، النادي الاهلي كبير عليه، كبير قوي عليه قوي يا جدعان. محمد هاني ما ينفعش يلعب كوره اصلا. حرام 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 كده كده، كفايه قوي يا جدعان، كفايه قوي كفايه قوي كفايه قوي. اشرف داري ما اعرفش اقول ايه، ما اعرفش اقول والله. ده المفروض يبقى لاعب اجنبي، ده المفروض يبقى بديل منعم. يعني اشرف داري المفروض يكون بديل منعم. انت مجنون تقول ايه يا ابني؟ ده اشرف داري ما يجيش شرف في منعم. اشرف داري اصلا ما يجيش شنكار في منعم، ما فيش خالص. مفيش خالص خالص. النهارده بيكهام عالمي. احمد رمضان بيكهام ده لاعب عالمي بيلعب في سيراميكا. جايبينه من سيراميكا، ما اعرفش اعاره ولا شيء. جايبينه من سيراميكا بيلعب في سيراميكا جيل النادي الاهلي. ادى 10 من داري، ولعب ماتش افضل من داري، ولعب الماتش اللي فات كان زاد ناحيه اليمين افضل من هاني. يا راجل حرام عليك، يا راجل يا راجل حرام عليك. فين اللعيبه دي؟ فين اللعيبه دي؟ ما عندكش باك شمال، ما عندكش باك يمين، ما عندكش قلب دفاع. انت رايح البطوله. الهجوم بتاعك عالمي، نص الملعب بتاعك عالمي، الدفاع بتاعك مش موجود. تعال بص كده على بن رمضان. يا ابني الجمال ده لاعب عالمي عالمي عالمي. ده يعني سوء الحظ ان امام اتصاب. امام لو موجود مع بن رمضان احنا هنشوف بسبوسه في الملعب. إيه يا عم الجمال ده؟ ديانج لما نزل بدل حمدي فتحي، ازاي اصلا بتعمل تغييره في الشوط الاولاني وانت فين عقلك؟ انت فين عقلك؟ انت لسه فاكر ان حمدي مش كويس؟ انت فين عقلك اصلا؟ فين اصلا ديانج من ماتشين؟ هو انت لسه فاكر النهارده بعد الشوط الاول ما يخلص في نهايته تنزلي ديانج مكان حمدي فتحي؟ طب ما هو من بدري يا ابني، ده من اول انتر ميامي من بدري قوي. شفت بقى ديانج النهارده عامل ازاي؟ شفت ديانج؟
الجمهور بيقول لك اصل ديانج لما نبيعه ونجيب حد مكانه كويس، نبيع مين؟ انت عبيط يا ابني، نبيع مين اصلا؟ ده ما ينفعش اصلا نفكر ان احنا يعني لو انت بتفكر اصلا ان احنا ممكن نبيع ديانج او نوديه اعاره او نستفاد منه، انت مجنون. ما عندكش حد خالص. هو في مروان عطيه وعلى دماغه، هو مروان عطيه، لكن فين بديله؟ فين اللاعب اللي لعب جنبه؟ مفيش. ما عادش عندك خالص. ديانج ممنوع يخرج من النادي. ديانج لو خرج من النادي يبقى انت كده خلاص مع السلامه. اديك شفت حمدي جاي من قطر ميت. حمدي جاي من الدوري القطري ناس الكوره. مفيش خالص. مفيش يا جدعان خلاص. لازم ديانج يقعد كده في النادي خلاص. انت دلوقتي خلاص عايز تمشي مشي داري. ملوش لازمه، بيتصاب كتير. لاعب مش هيديك اللي انت عايزه. لاعب ما يجيش ولا حاجه في منعم. مش هينفع معاك. عايز تجيب لاعب، مشي يا باشا هيحيى عطول الله. مشي داري، لكن اوعى تمشي ديانج مين اللي يمشي؟ ممنوع، مستحيل. شفت هجومك عامل ازاي؟ شفت وسام؟ شفت افضل مهاجم في افريقيا عامل ازاي؟ افضل راس حربه في افريقيا. هاتريك النهارده ولا اروع، هدف باليمين وهدف بالشمال وهدف بالراس ولا اروع. وانا بقول لك لو كان وسام ده كمل الماتش كان جاب له يجي 6 جوان. شفت بن شرقي عمل ايه؟ بن شرقي النهارده عالمي، بس واحد على واحد عالمي. فين بقى بن شرقي؟ مفيش بن شرقي. بن شرقي قدام الجون. ايه ده يعني؟ ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ انت بتلعب بورتو، من يعني فرقه اوروبيه، من اكبر فرق اوروبا، بتعمل كده قدامها؟ انت موتت الدنيا. بس فين يا باشا؟ فين الالهام بتاعك؟ فين انت كلاعب؟ انت يعني دلوقتي كلاعب كوره بتتمرن وتروح التمرين وتلعب في النادي وتروح المنتخب وبتاخد فلوس؟ ده منظر انهاء؟ دي منظر كوره تضيعوها؟ يعني اقول على بن شرقي ولا اقول على جردشار ولا اقول على قفشه؟ قفشه لحد النهارده مفيش كوره. يعني قفشه مفيش مش موجود. محمد مجدي قفشه محتاج يراجع نفسه. اصل مش ده منظر لاعب. هقعد اتكلم كتير مع قفشه يا جدعان. قفشه من الاخر لعيبه في النادي الاهلي لا لازم تمشي من النادي الاهلي. مفيش خلاص، ما عادش ينفع. البطوله دي كشفت كله. من اول الشناوي لازم يقعد. الشناوي لازم يقعد تدي فرصه لشوبير. ما خلاص بقى يا جدعان، هنضحك على مين؟ 4 كور النهارده على الشناوي. الاربعه الثلاثه منه، واحده من هنا والثلاثه منه. مفيش يا جدعان، مفيش. ايه الشناوي النهارده؟ يعني الشناوي ما جاش غير ماتش انتر، يعني ما جاش خالص بقى. ايه الشناوي لازم يقعد. خلاص يا جدعان سيبك بقى من الحوار ده. الشناوي لازم يقعد خلاص، دي مفيش فيها امر بينا. الشناوي يريح. نيجي للدفاع، عندك اشرف داري يا باشا ياخد بعضه ويروح خلاص. الواحد بيتصاب كتير ولاعب مش مفيد ليا. مع السلامه يا باشا، روح. محمد هاني ده يمكن سابع ماتش محمد هاني يكون ماتش مهم وتلاقي محمد هاني بيعمل كده. كل الاجوان جايه من مكان محمد هاني. كل الاجوان جايه من جبهه محمد هاني. محمد هاني مفيش كوره. بجد والله محمد هاني محتاج يراجع نفسه. مفيش كوره محمد هاني. مين تاني يا جدعان؟ مين تاني جه الماتش؟ نص الملعب بتاعك كان عالمي. حمدي فتحي كده كده بورتو اخر ماتش كده كده هيمشي. فخلاص محتاج حاجه تاني من حمدي فتحي. فانت محتاج إيه بقى يا باشا؟ محتاج بقى تشوف الرجاله اللي قدام دي. محتاج تشوف الرجاله اللي هي زي قفشه اللي هي قاعده في النادي بتعمل ايه. ما اعرفش بتعمل ايه قفشه. ما اعرفش. انا ما اعرفش قفشه بيعمل ايه في النادي. محتاج تشوف حسين الشحات بيعمل ايه في النادي. ما يعملش اي حاجه. محتاج تقعد كده مع بن سيرة وتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ جراديشار ايه اللي عمله ده؟ انا محتاج اللعيبه تقعد مع حد فعلا. برضه ما انساش لقطه بن الراجل ده يمكن يكون افضل خط وسط في افريقيا. الراجل ده هيعمل مع امام 2 ثنائيه، افضل ثنائيه في افريقيا. لو شفت الثنائيه دي في اي فريق في الدنيا مستحيل تشوف الثنائيه دي في افريقيا. مستحيل 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 تشوف الثنائيه ديت في الدوري المصري. مفيش. ان شاء الله بس امام يرجع من الاصابه وهنشوف افضل ثنائيه ما بين امام عاشور ومحمد بن رمضان. تحتهم ديانج وبس. تحتهم ديانج يا باشا. امام عاشور معاهم بن رمضان، تحتهم ديانج وبس يا باشا. مش عايز حاجه تانية من الدنيا. عايزك بقى يا باشا كده. انت خلاص انت النهارده روحت التعادل مع بورتو انك تروح خلاص. تروح يا باشا. تعمل ايه بقى يا باشا؟ شوف بقى الدفاع بتاعك اللي ميت ده. تبدا بقى يا باشا لاعب بقى اللي مالهاش لازمه زي خالد عبد الفتاح تسرحها، زي عمر كمال، زي محمد هاني، زي حسين الشحات اللي هو قال لك انا اصلا عايز اكمل بقيه ايام في الكوره من غير ضغط. اعمل له اللي هو عايزه. هو لاعب مش عايز يلعب في الاهلي خلاص. انت دلوقتي معاك الكواليتي اللي يقدر ينافس فيك في اي حته. معاك وسام ومعاك جراديشار ومعاك زيزو ومعاك بن شرقي ومعاك تريزيجيه اللي كنت فاكره صفقه جامده. تريزيجيه خذلني قوي يا جدعان.
تريزيجيه خذلنا كلنا قوي يا جدعان. بس هنبقى نعمل لتريزيجيه فيديو معين عشان نقدر نقول الكلام اللي كنا نفسنا نقوله. نهاية الفيديو عايزك تقول إيه رأيك في الحلقة، وبرضه لو في أخطاء عندي يعني لازم تقولها لي، لأن احنا لسه بنبدأ. محمد هاني تعبني ورجع تعبني، فاعذرونا يا جدعان. وقبل ما تقفل الفيديو اعمل لنا لايك وسبسكرايب ودعمني وقول رأيك في الكومنت. سلام عليكم.